يابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما يكتبوا لي المتابعين يابا السعودية هي اللي دمرت العراق، السعودية شاركت بتدمير العراق، انت شلون تحب السعودية وانت شلون تمدح السعودية؟ اني عراقي من بغداد، من مواليد 1971، فتحت عيني ووعيت على كل ما جرى بهذه الفترة من الحرب العراقية الإيرانية ودخول الكويت وحرب الكويت والحصار والضربات اللي تلقيناها خلال التسعينات، ولحد ما اجى يوم الحرب عام 2003 بشهر الثالث. الحرب عام 2003 القرار كان متخذ بأن يغزون العراق، لا بوش ولا غير بوش يقدر يقول ما أغزو العراق، القرار متخذ، العراق يجب أن يغزى. ولكن السؤال، هل أن السعودية شاركت بهذه الحرب؟ هل السعودية فتحت أجواءها؟ هل السعودية سمحت للأمريكان باستخدام قواعدها؟ هذه كلها أسئلة لازم نسلط عليها الضوء حتى نوصل للحقيقة، لأن بصراحة أنا شفت الكثير من العراقيين واللي يكتبون التعليقات هم ناس مضللين، مشكلتهم ما يقرون، ما يحاولون يتعلمون، وهي هاي المأساة اللي يعاني منها العراق، وخصوصا بعد 2003 لما إيران سيطرت على العراق. وياما ودائما أقول لكم إيران ما تسيطر على مكان إلا يعم به الجهل والتخلف. ليش؟ حتى يمررون الأفكار اللي يريدوها مثل ما يريدون، ومثل ما تشوفون يوميا يكتب لك يقول لك أنت تطبل للسعودية والسعودية هي اللي دمرت العراق. ولكن احنا اليوم على شنو راح نستند؟ الموضوع موضوع تاريخي ومعروف وما حد يقدر يزوره، ولكن هذه المعلومات الكاذبة والمزيفة تنطلي على الفئة الغير مثقفة، الفئة اللي ما تحاول تطلع، الفئة اللي هي عبارة عن عبيد للمعممين. فمن الطبيعي ذول الناس ما يقدرون يوصلون للحقيقة، فأنا راح استند إلى التاريخ وإلى أدلة بالصورة والصوت حتى ما حد يقدر يزايد وينكر ويطعن. احنا راح نشوف صورة وصوت، ولكن احنا نرجو من كل انسان كان يحمل فكرة خطأ عن هذا الموضوع يجب ان يصحح فكرته وما تاخذ العزة بالاثم والمكابرة. خلينا نبدأ بأول خطوة. المملكة العربية السعودية رفضت فتح أجواءها ورفضت استخدام القواعد من عندها ورفضت الحرب على العراق. راح تقولون هاي شلون؟ هذول السعودية يابا هاي سوالف إيران قالت لكم، غير إيران تبث لكم هاي الأخبار. السعودية الوهابية هم اللي دمروا العراق، وينهم؟ هم دخلوا للعراق، هم عندهم هم أحد جماعات مثل ما عندها إيران جماعات، هذا بعدين هسه نناقشه بالنهاية. بس تعالوا نريد نشوف تصريح وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل على موضوع الحرب على العراق. تعالوا شوفوا. What we believe that there is no need to go to war in Iraq in order to achieve the objectives, and this is on record. You talk to them saying that you can overthrow Saddam without going to war? Without going to war. How would you have done that? We believe because Iraq was isolated. The United States troops were arrayed around Iraq from the sea, from the land, from everywhere. أنا ما أريد أقول لكم هذا هو تصريح وزير الخارجية السعودي، نصحهم وقال لهم ماكو داعي أنتم تروحون تغزون العراق، العراق أنتم محاصريه من كل الجهات وأصبح العراق معزول فما يحتاج إلى هذا الغزو. ولكن أنا قلت لكم سواء السعودية اعترضت أو ما اعترضت أو أي دولة أخرى اعترضت القرار متخذ. ولكن أكو ناس ما يفقهون وما يفهمون هالأمور هذه، يتصورون كل شيء بيد الرؤساء. القرار متخذ أن يكون مصير العراق مثل ما تشوفوه اليوم، ولكن من العيب أن نظلم من هو امتنع عن المشاركة بالحرب على العراق، من هو لم يفتح أجواءه وسمح باستخدام قواعده. هذه حقيقة لازم نذكرها. هسه أنتم تقولون هذا دي يطبل للسعودية، بالأخير محضر لكم دليل ما حد منكم بعد يقدر يفك حلقة، ولكن العافية بالتداريج. داريد أراويكم شوية شوية. وطبعا هنا على الموقع مال البي بي سي في يوم 24/10/2002 كان هذا هو تصريح
سووا له أبديت طبعا حتى يستشهدون به. كان تصريح وزير الخارجية السعودية ترفض المشاركة في الحرب ضد العراق. صرح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بأن بلاده تعارض شن حرب على العراق ولن تشارك في الضربة الأمريكية المحتملة ضد بغداد. هذا موجود وهذا تاريخ ما ممكن أن ننكره. بالإضافة إلى ذلك لقيت مقطع آخر لبرنامج على قناة الجزيرة، واللي كان معد البرنامج أو المقدم اسمه فتشي الظفيري، ما أعرف بالضبط، ولكن لقاءه كان ويا مسؤول أمريكي. هذا المسؤول الأمريكي ده ينتقد الغزو اللي قام به بوش ضد العراق، واستشهد بيمن يقول احنا ما أخذنا بنصيحة السعوديين لما قالوا لنا ماكو داعي تروحون تغزون العراق، لا تغزون العراق. ولكن ارجع واقول لكم ولا هذا الكلام ما راح يفتهموا، بس اللي عندهم عقول نيرة وعندهم اطلاع، القرار متخذ انه العراق يكون بهالشكل هذا. تعالوا شوفوا هذا اللقاء على قناة الجزيرة. اتخذت قرارا في العام 2003 والذي اثبتت الايام انه كان خطأ كبيرا، حيث غزونا العراق وتجاهلنا نصيحة السعودية بأن لا نلجأ إلى غزو ذلك البلد. في موضوع 2003 تقول أنه أدركنا أنه غزو العراق كان خطأ، وأن السعودية نصحت الولايات المتحدة الأمريكية بأن لا تغزو هذا البلد. بتشوفون الأدلة الواضحة والدامغة، وشلون أنتم تكيلون الاتهامات للمملكة العربية السعودية، وشلون أنتم تأثرتوا وانخدعتوا بالإعلام الإيراني. وأنتم كلكم شفتوا شنو اللي سوته إيران بالعراق. كل هذا سوته إيران بالعراق ويذبون اللوم على المملكة العربية السعودية. بس رغم هذا تعالوا، أنا ما كملت الأدلة مالتي، تعالوا شوفوا هذا الشخصية العراقية اللي هي كانت بعثية، وهي كانت ضد صدام حسين، ولكن أدلى بدلوه وشهادته عن الملك عبد الله رحمه الله. وهذا مو الدليل الأخير، خاف أكو من يطعن به، أنا راح أجيب لكم محضر لكم دليل بعد أقوى، ولكن مثل ما قلت لكم العافية بالتداريج. تعالوا شوفوا حسين العلوي ايش قال بشهادته عن الملك عبد الله، وبعدين وراها نروح على الدليل الأقوى واللي راح يخرس كل الألسن اللي توجه الاتهامات للمملكة العربية السعودية بأنه هي شاركت بتدمير العراق. تعالوا شوفوا. أني مريد للملك عبد الله، كان ملكا للعرب. ما صدام حسين، لا عجبنا صدام حسين، ولا احنا شلنا باعثين، ولا نعرف منهم الباعثين، لكن نعرف العراق. والله لن يمر طير قال وانا وحدي اروح على الحدود العراقيه، واذا الطائرات الامريكيه تريد تقصفني سأكون انا اول شهيد عراقي. قال العراقي قتل، ايش تسوي؟ شو يبقى بالامه؟ فاذا رفض ان تدخل قوات امريكيه، ولهذا ما بقى الا امام الكويت بس، دخلت من الكويت لن تدخل. فقال لي روح قل لهم هذا الكلام، وملك وطني. شو يقولوا لي شنو اللي يجبر هذا الشخص على الكذب وهو بهالعمر هذا الرجل شاهد ودا يسمع الكلام مباشرة من الملك عبد الله رحمه الله. هذه الأدلة هسه رويت لكم إياها، كل واحد يقدر بسهولة يطعن ويشكك ويقول هذه مفبركة ومرتبة وانت تطبل للسعودية وانت تحب السعودية، ومن هالكلام هذا الفاضي دائما يردون هذا الردود. اريد لي فد واحد من عندهم يرد رد علمي، رد يشفي القلب، رد يخليك تحس انه المقابل دا يناقشك من خلال معلومات او من خلال اطلاع ودراية. لا والله تشوفه لو يسب لو يشتم، لأنه هي هاي لغة المفلسين. ولكن أنا مثل ما وعدتكم قلت لكم عندي دليل بالنهاية يثبت لكم صحة هذه الأخبار كلها. سأكو أكثر من يقول لك وشهد شاهد من أهلها، يعني بعد شي تريد؟ يعني تجيب لك الدليل من أصحاب المشكلة، من العراقيين نفسهم، من البعثيين نفسهم، من الحكومة العراقية نفسها. بعد هذا شلون راح تشككون بي؟ تعالوا شوفوا طارق عزيز ايش قال. أستاذ طارق عزيز، نحن ونقرأ مواقف الدول المجاورة للعراق لابد أن نقف أمام موقف السعودية.
كيف نقرأ الموقف السعودي؟ أيضا السعودية لم تسمح للقوات الأمريكية بالدخول من أراضيها، ويمكن لو سمحت السعودية لكانت جعلت الحرب أصعب على العراق لو فتحت حدودها. كيف تقرؤون موقف السعودية؟ والله أنا ما أريد الآن أنا أقول لك، لأن أولا المعركة هي في بدايتها. احنا يعني ما عندنا بحدود الواقع الراهن، يعني ما عندي ملاحظة أنا على الموقف السعودي، ما عندي ملاحظة، يعني سمعنا منهم تصريحات طيبة نشكرهم عليها. يعني هذا طارق عزيز دا يقول لك احنا سمعنا تصريحات ودا يأكدون المعلومات انه المملكة العربية السعودية لا سمحت باستخدام اراضيها ولا قواعدها ولا اجواءها ولا كل شيء، ولكن نريد نشوف هالقصور في عقول بعض العراقيين اللي دائما يقول لك يحاول يتهم انه المملكة العربية السعودية هي اللي دمرت العراق. وأنا قريت في إحدى التعليقات أحد الأخوة اللي قال لي يا أبو عبد الرحمن إذا أنت كنت مجامل بهذا الفيديو للسعودية راح تفقد الكثير من متابعيك. أنا هسه أريد أتكلم وياكم بموضوعية. هل أنا حكيت بمجاملة؟ لو جبت لكم أدلة تبين وتثبت أن المملكة العربية السعودية ما ساهمت بتدمير العراق. الكثير من الدول العربية ساهموا بتدمير العراق بشتى الطرق، ولكن تبقى الشعوب العربية تربطها الأخوة بالدين والدم. ونرجع ونقول شنو اللي عندها المملكة العربية السعودية بالعراق؟ قارنوها مقارنة ويا إيران. هل أنه السعودية في يوم من الأيام حرقت المحاصيل الزراعية؟ هل في يوم من الأيام المملكة العربية السعودية قطعت الكهرباء عن العراق ولا عرضتها للعراق ببلاش؟ هل في يوم من الأيام المملكة العربية السعودية دمرت الصناعة في العراق؟ هل في يوم من الأيام المملكة العربية السعودية دمرت الثروة الحيوانية بالعراق؟ هل في يوم من الأيام المملكة العربية السعودية قطعت الغاز عن العراق ولا اتصلوا وقالوا راح نجهزكم بالغاز مجانا؟ هل في يوم من الأيام المملكة العربية السعودية قطعت مساعداتها عن أبناء الشعب العراقي؟ شنو اللي بنته إيران بالعراق من خلال سيطرتها على العراق؟ هاي صار لهم 17 سنة. شنو اللي قدمته إيران للعراق؟ هسه انتم الوضع مالتكم هو اللي يقول لكم ويبين لكم شنو اللي سوته إيران بالعراق، وتجيكم إيران هي اللي تطلع الإشاعات من خلال ميليشياتها ويقولوا لك إنه المملكة العربية السعودية هي اللي دمرت العراق. هذا كان طارق عزيز آخر فيديو. هل يقدر يصرح هيك تصريح يبرر المملكة العربية السعودية وصدام حسين موجود فوق راسه بالحكم؟ هل يجرؤ على هكذا تصريح؟ تصريحات المملكة العربية السعودية هي تصريحات تشكر عليها. فيا عراقيين لازم تتجاوزون هذا المبدأ، مبدأ حب وحكي وكره وحكي. أنا رحت اجيت مهما أكون أنا ابن العراق، أنا ابن بغداد، ولدت ببغداد ونشأت ببغداد ودرست ببغداد وتثقفت ببغداد، ولكن لازم يكون عندي ضمير. إذا أنا ما أرمي التهم جزافا اقسم بالله العظيم كل العراقيين اللي اختلطوا بالسعوديين واللي راحوا للمملكة العربية السعودية شافوا شقد السعوديين يحبون العراقيين، ومن تعاملهم ويا العراقيين ما يسأل انت شنو مذهبك. وشوفوا التعليقات كلها بهاي الفيديوهات اللي اسويها، شوفوا الكلام والتعليقات المهذبة واللي تحمل كل محبة الاهل العراق، بالمقارنة مع تعليقات اتباع المرجعية. 100 مرة اقول لهم اتباع المرجعية من تدخلون قناتي اتركوا اخلاق المرجعية وتخلقوا بأخلاق الإسلام، ولكن للأسف والله العظيم تعليقاتهم خلتنا نشعر بالخزي إنه العراق يحوي هكذا. إضافة لذلك لما قلت لكم إنه القرار متخذ بغزو العراق شئتم أم أبيتم، ولكن المشكلة والطامة الكبرى من هذا الغزو إنهم جابوا من فعلا يقضي على العراق ويرجع 50 سنة إلى الخلف، وانتم شفتوهم وتعرفوهم كل زين. بالوقت اللي المملكة العربية السعودية شفتوها قبل شهر ونص وشهرين شلون تحاول أن تدخل للعراق من أجل إنقاذ العراقيين ومساعدتهم، ولكن النفوذ الإيراني أبى أنه العراقي يلتقي بأخوه السعودي ويتقبل المساعدة من عنده، ويريدوكم تظلون تحت إيديهم. والسؤال الأهم، هل أن السعودية عايزة على الاستثمارات بالعراق؟ عاجبها وجع الراس على شنو داخله بالعراق اللي هو كله مشاكل؟
هاي بقاع العالم كلها عندها استثمارات بيها، بقى العراق بس تجي تدوخ راسها وتحاول تستثمر بالعراق. لا والله مو بحاجة الاستثمار بالعراق بقدر ما هو محاولة منهم لإنقاذ الشعب العراقي. والدليل تعالوا شوفوا كلام ولي العهد محمد بن سلمان بأنه الروابط بين البلدين روابط كبير جدا، والبلدين متجاورتين وكلنا عرب ونتبع نفس الدين ولدينا نفس المصالح ونفس التحديات. فأنا سعيد جدا بتطوير العمل معكم مع العراق، كما أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي كله. ما مجبور على هالشيء هذا، ما مجبور يدخل بعش الدبابير والمشاكل بالعراق وانعدام الأمن والاستقرار حتى يستثمر ويذب مليارات وملايينه اللي احتمال كبير انه هي تروح عليه. فاثبتنا لكم بالدليل القاطع انه المملكة العربية السعودية لم تشارك بتدمير العراق مثل ما انتم تتصورون، ومثل ما غذت ايران عقولكم بهذه المعلومات المزيفة من اجل ان تبعدكم عن حضنكم العربي. فيا عراقيين اصحوا، انتم تحت النفوذ الايراني، وهذا كفيل بانكم تقتنعون بكل هاي الادله اللي راويت لكم اياها واللي توجناها بشهاده طارق عزيز. نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. السلام عليكم.